حفيظ الدراجي يبخس فوز المغرب بتنظيم كان 2025 ويفجر قنبلة أكثر من مضحكة ستؤدي لتنظيم الجزائر لأمم إفريقيا. فجر معلق قنوات بي إن سبورت حفيظ الدراجي قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشف سببا صادما سوف يؤدي إلى تنظيم بلده الجزائر بطولة الأمم الإفريقية على الرغم من خسارتها في سباق الترشح لتنظيم الكان. كما سقط الدراجي برسالة قوية منذ إسناد شرف تنظيم النسخة 2025 للمغرب بعد اكتساحه لأغلب أصوات المكتب التنفيذي للكاف، وألمح في نظرية المؤامرة برد مسموم اللهجة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاصيل مثيرة للغاية كشف عنها المعلق المؤثر يا حسرة، مشيرا إلى أن الجزائر هي من ستنتصر في النهاية ولسبب يغفله الكثيرون وسيكون صادما حين نكشف عنه الآن. سيأتي الاتحاد الإفريقي ويسند مهمة تنظيم إفريقيا للجزائريين وقتها، إما ترفض الجزائر أو تقبل. فما الذي سيجعل الأمور تسير وفق ما أعلنه الدراجي يا ترى؟ يرى الجزائري حفيظ الدراجي أن انسحاب الجزائر من سباق التنافس على تنظيم بطولة إفريقيا أقوى رد على ابتزاز المسؤولين في الكاف، مشيرا إلى أن تنظيم المغرب للبطولة وحصولها على 22 صوتا كان له اعتبارات أخرى. في تلميح واضح وصريح رفض الدراجي ذكر تفاصيله حين كتب قائلا: كان فوز المغرب بتنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2025 مرتقبا ومنتظرا منذ مدة لاعتبارات يعرفها الجميع أدت إلى انسحاب الجزائر، زامبيا، السنغال والنيجيريا رفقة بنين من السباق. لم يتوقف الدراجي عند تلك الاتهامات فقط، بل انتقد منح تنزانيا وكينيا وأوغندا حق تنظيم بطولة 2027، وأكد أن تلك الدول لا تمتلك مؤهلات أو بنية تحتية تسمح لها بالفوز، مستشهدا بلعب أوغندا مبارياتها خارج أراضيها وعدم وجود سوى ملعب وحيد يصلح للبطولة في كل من تنزانيا وكينيا. وتوقع الإعلامي المعروف عنه آراؤه الداعمة للنظام العسكري الجزائري انسحاب الدول الثلاث قبل شهور من انطلاق البطولة، وقال إن الكاف وقتها ستلجأ للجزائر وسيأتي مطالبا أرض 1.5 مليون شهيد بتنظيم البطولة. لا شك أن دخول حفيظ الدراجي أو تعارجي داخل خلية النحل عرضه للدغات، ومن اللدغات التي تعرض لها إعادة نشر مداخلته السابقة والتي أقر فيها بأن المغرب متقدم على الجزائر وأن بلاده غير قادرة على تنظيم تظاهرة بحجم بطولة إفريقيا. لنسمع ما قاله في تصريح سابق يفند ما يقوله الآن. الجزائر صراحة خلينا نقولها لم تكن جاهزة في 2017 ولن تكون جاهزة في 2019، وبعدين الشروط المتزايدة لتنظيم مثل هكذا أحداث تتزايد ونحن نتراجع، فمن الصعب جدا أن نلحق بالركب ملاعب والفنادق والبنية التحتية والمواصلات والاتصالات والتسهيلات في وصول الجماهير والمنتخبات. كل هذه تتطلب جهد كبير جدا. أعتقد بأن المغرب للأسف شديد بالنسبة إلينا من حيث نحبهم، للأسف الشديد بالنسبة إلينا متقدم عنا بخطوات. الصمت هو حكمة في نفسه بعض الأحيان. الصمت دليل على أنه نحن مقتنعون اليوم بأننا لا نقدر على تنظيم لا كأس إفريقيا ولا 2 كأس العالم ولا 7 كؤوس عالم للشطرنج، ولا هم يحزنون للأسف.